السلام عليكم. فيلم ديالنا كيبدا براج كينوض مخلوع من الناس حيت شاف واحد الحلمه كيشوف راسو كيضرب بالقرطاس. راج كيكون واحد الميكانيسيان اللي لاباس عليه، كيخرج كيريح مع صحابو ولكن كيكون معصب بزاف، وصاحبو كيقول ليه راه ديك الحادثه راه داز على اكثر من 15 عام ودابا راه خاصك تكون نسيتيها، والحادثه اللي داون عليها هي ديك الحلمه اللي كيشوف بالليل. وهذا موني صاحب راج كيضربوا فيه الناس حنسرق ليهم شي حاجه، ولكن راج ما كيفوتوش وكيعطيه الفلوس وكيقول ليه صافي لا سير تخلص الديون اللي عليك. وهذا فير الاخ ديال راج واخد واحد الطوموبيله من المحل ديال خو باش يجربها، وكيكون راكب مع واحد صاحبو سميتو سيدو، وكيكون كيخاف من السوقان ديال فير. وفير ملي كان راجع للمحل تلاقى واحد الدريه وسميتها شيطه وطلبات منه باش يعاونها، ولكن سيدو منعو باش يعاونها. وهنايا فير غيدير ليه واحد القالب وخلاه يهود من الطوموبيل. ملي هبطوا من الطوموبيل هرب عليه ورجع عند شيتا، وغادي تقول ليه شيتا الفير باللي راه بغاتو غير يوصلها باش تمشي توصل شي وراق على حساب حنت بغات دير شي محل وعندها غير 10 دقائق باش توصل، وان هذا هو اخر يوم عندها باش توصل الوراق ولا غادي يمشي للمحل. تما فير ما كيردش لا فوجهه وكيدور بها 100 وكيوصلها للبلاصه اللي باغيه وفي الوقت المناسب. وهنا راج كيصوني على فير كيسولو على الطوموبيل، ولكن فير بكثره هذيك السرعه اللي كان غادي بها نسى الطوموبيله ونسى كلشي لدرجه ان الطوموبيله تكرفسات، وكيديها الراج وكيبقى يطلب منه السماحه، ولكن الراجل ما كيسامحوش وكيكون معصب عليه وكيقول ليه باللي انت اللي غادي تصلحها وحتى شي واحد ما غادي يعاونك. وفير ملي كان كيصوب في الطوموبيله غادي يدخل عنده ايشيطه بالموتور ديالها وكيحسب ليه باللي هو ميكانيكي، ولكن هو كيقول له باللي راه هو مولاد المحل، ولكن بسبب هذاك الشيء اللي دار للطوموبيله قبيله خوه عاقبو وقال ليه باللي غادي تصوب الطوموبيل. وفير كيشوف راسو باللي راه ايشيطه كتحن عليه وبقى فيها، وهو كيحاول يستغل الفرصه وكيبغي يجبد معاه الهضره. وملي ما لقى ما يقول بدا كيسب في خوه راج باللي هو ماشي راجل وكيبقى يعامله بواحد القسوه كبيره، ولكن ما عقلش على راسو حتى دخل عليه خوه. وملي ايشيطه شافت راج بقات كتعاير فيه وتسب فيه وكتقول ليه علاش كتعامل خوك بحال هكا، ولكن راج ما بغاش يطيح بخوه قدامه وبدا كيعاملو زوين وبدا كيطلب منه السماحه. وملي مشات ايشيطه فير طلب السماحه من راج، وراج قال لفير قال لي ماشي مشكل صافي يلا نمشيو نتعشاو مع بعضياتنا، ولكن فير قال لي لا، قال لي انا حلفت حتى نصاوب الطوموبيل عاد ناكل شويه. سيدو كيجيب ماكله لفير هنا كيعرفوا راج باللي راه كيكذب عليه، وراج كيقول لي بلا نقدر نبدل اي طوموبيل الا انت اللي ما نقدرش نبدلك. وهنا سيدو كيعطي لفير القهوه وكيمشي بحالاته وكيشرب فير القهوه وكينعس وكيبقى يحلم بايشيطه. ومني كيجي راجو كيلقى ناعس كيكب عليه سطل ديال الماء، ومني كيجي يشوف كيلقى بزاف ديال الحوايج مشاو من الطوموبيل، وكيكون سيدو صاحب فير هو اللي شفر هذوك الحوايج من الطوموبيل وكيديهم كيبيعهم الاوسكار. وهنا كنعرفوا باللي سيدو كيبغي يجيني خت اوسكار، ولكن ما كيكونش عارف باللي هي خت اوسكار اللي كيبيع ليه الحوايج. ملي كتقطع معاه كتصوني الخوا اوسكار باش تطلب منه الاذن باش تخرج، وتا هو براسو ما كيكونش عارف باللي راه سيدو كيبغي ليه ختو. وفير كيكون صوب الموتور ديال ايشيتا وكيوصلوا لها حتى للدار. وهنا ايشيتا كتعرض عليه باش يشربوا شي قهيوه، ملي كيريحوا كيبقاو داويين ايشيتا كتبقى تسب فراج، ولكن هو كيقول لها ما تبقايش تسب لي خويا راني غير كذبت عليك البارح، وبان خويا راه كيبغيه بزاف وكيتمنى لي اي حاجه زوينه وما كيبغيش ليه الضرر. وشويه كيجيو صحاب فير على الموتور وكيقولوا لي يلا تسهر معانا، وكيعرضوا حتى على ايشيتا كيقولوا لها يلا تسهري معانا شويه، وكيمشيو لواحد البلاصه باش يسهروا فيها، ولكن هذيك البلاصه كيكونوا فيها شي رجال ديال واحد الزعيم وكيقولوا لمولا ديك البلاصه اللي مشاو يسهروا فيها الدراري خلينا نبيعوا فيها المخدرات. وهنا كتسمعهم ايشيتا وكتقول لي ملا ما طلقتوش من السيد غادي نعلم البوليس، ولكن كيجي واحد السيد قرع من الرجال ديال الزعيم وكيهرس ليه التليفون. وفير ملي كيشوف هذاك البلان ما كيعجبوش الحال وكيبدا يشندخ في بنادم. والنهار الاخر فير كيكون كيلعب مع صحابو حتى كيجيو الرجال ديال الزعيم وكيكرموه بالعصا، ولكن ملي كيسمعوا راجو كيخرج عنده كيلقى الاخرين مشاو في حالاته. وراج كيدي خوه فير للسبيطار، وملي كيسولو كيقول لي شكون اللي دار فيك هاد الحاله ما كيبغيش يقول ليه، ولكن الراج ما كتخفى عليه حتى شي حاجه. هادشي علاش كانوا قالوا ليه الدراري صحابو، وكيمشي باش ينتقم من الزعيم وكيكون مدرق وجهه وكيكرم ليه الدراري كاملين، وفي الاخر كيحرق ليه السلعه ديالو كامله. وهنا كينقز ليه واحد خونا كيقول لي باللي الزعيم راه ما غاديش يزقلك. هنا راج ما خافش منه قال لي من يجي الزعيم قول لي باللي راه اللي دار فيكم هاد الحاله سميتو كالي، والزعيم مني كيجي كيلقى السلعه ديالو كامله محروقه وكيكعى عليهم وكيقول لهم قولوا لي شكون اللي حرق لي السلعه ديالي. هنا كينقز داك خونا وكيقول لي باللي راه سميتو كالي وحنا ما شفناش ليه وجهه. وهنا الزعيم غيقول لهم باللي غادي يكون غير خو داك الميكانيكي اللي ضربته. وهنا الزعيم كيجمع الرجال ديالو كاملين وكيمشيو للمحل ديال فيرو راج. وملي كيبدا الزعيم داوي مع راج كيحس بيه باللي راجل درويش وكيخاف من الاسلحه، وكيقول للراج باللي من اليوم غادي نولي نصاوب الطوموبيله غير عندك انت بوحدك. وكيبداو صحاب راج كيضحكوا كيقولوا ليه تخونا هذا شحال هبيل، كيسحاب ليه باللي انت كتخاف من السلاح. وكيرجع بينا الزمان اللور لمده ديال 15 عام قبل، وكيكون راج مستقر في واحد البلاد سميتها بلغاريا.
باغيه، وكيكون هربان من شي رجال ديال العصابه اللي تابعينه وكيضربوه بالسلاح، ومع كيهرب منهم كيضرب واحد الدريه سميتها ميرا بالطونوبيل، وملي كطيح في الارض كيهود باش يعاونها وكيكمل الطريق ديالو. وهذا رئيس ديال العصابه سميتو مالي، وكيقولوا لي باللي كالي راه قدر يفلت منهم. وكالي هو غادي في الطريق كيتلاقى مع ميرا بالصدفه، وكيمشي عنده وكيعتذر منها حنضرب البارح بالطونوبيل. وميرا كتقول لي شكون هما دوك اللي كان تابعينك البارح، وكيقول لها دوك راه رجال ديال العصابه صيفطهم لينا شي واحد اللي منافس معانا، وكيقول لها باللي هو الابن ديال احد رجال العصابات. وملي ميرا كتسمع باللي هو عنده علاقه مع العصابات كتولي تخاف منه، وكيتبادلوا الارقام ديالهم بيناتهم باش يتلاقاو مره اخرى. وكيمشي كالي وبا عند فير ملي كان باقي صغير، وكانوا حاطينه في مدرسه داخليه باش يبعدوه من المشاكل ديالهم، وما كيكون كيعرف والو على الخدمه ديال باه وخوه. وكيرجع كالي عند باه راندير، وكنعرفوا باللي هو راه ماشي باه الحقيقي وغير مربيه، وكيقول راندير لكالي باللي فير ما خصوش يعرف باللي انت ماشي خوه الحقيقي. وكالي هما غاديين في الطريق كتقول ليه ميرا باللي هي ما كتخاف لا من سلاح لا من والو، ولكن ملي كتشوف واحد الكلب جاي لجهتها كتموت من الخلع. وكيطمنها كالي وكيقول لها ما تحركيش حتى يمشي الكلب في حالته. وكالي كتعجبو ميرا وكيعرض عليها العشاء، وكيقول لها انا باغي منك غير 5 ديال الدقائق. وفي العشيه كتجي عنده وكتقول لها انا عاطيه غير 5 ديال الدقائق، وكيكون هو موجد ليها كلشي. وكيريحوا كياكلوا بالزربه، وكيعرض على الايس كريم وكيشطحوا شويه، وكيعبر لها على الحب ديالو. وميرا كتقول لي باللي غدا راه العيد الميلاد ديالو خاصو ضروري يحضر، اما هو فكيقول لها باللي غدا عنده واحد الخدمه ضروريه وخاصو ضروري يقضيها. وملي كيشوف ميرا تقلقات كيمشي كيطلب منها السماحه، وكيقول لها كنوعدك باللي غادي نجي عندك غدا. وكيمشي كالي كيكمل الخدمه ديالو، ملي كيكون راجع كيتبعوا العصابه ديال الملك وكيبداو يشيروا عليه بالقرطاس، ولكن للاسف كيدير كسيده وكتقلب به الطونوبيل. وملي كيبقى يشوف مزيان كتبان ليه ميرا جايه لجهته، وهنا كيعرف باللي هي بنت مالك. وميرا كتقول ليه باللي راه ما غاديش تقدر تقتلو حيت اليوم العيد الميلاد ديالو ما بغاش تخسره، وكتخليه في هذيك الحاله وكتمشي بحالات. وكالي كيحاول باش يتيري فيها من اللور ولكن ما كيقدرش. وبا ملي كيشوفه في هذيك الحاله كيقول لي بلي راه ما غاديش نرحم مالك هو الرجاله ديالو، ولكن كالي كيمنعو وكيقول لي بلي ضروري خاصو يتلاقى مع ميرا هي الاولى. وكالي كيتبع ميرا وكيطلب منها باش توقف، ولكن هي ما كتبغيش توقف ليه، وكيبقى تابعها حتى كتبغي تطيح من الحافه ديال الجبل، ولكن كالي كيعتقها وما كيخليهاش تطيح. كيقول لها بلي هو راه كان كيبغيها من قلبه، ولكن هي اللي خانته، وهاد المره اللي شافها غادي يقتلها. وكتبقى ميرا تفكر في ديك الهضره اللي قال لها، وكتحس باللي راه هي ظلماتو. وهنا كتقرر باش تمشي عندو وتطلب منه السماح، ولكن كالي ما كيتيقهاش وكيقول لها باللي باينه فادي غير شي لعبه اخرى باغا ديريها عليه، وكيخرجها من الدار وكيسد عليها الباب. وكتقرر ميرا باش ما تحركش من قدام الباب حتى يسامحها، وكتبقى باركه قدام الباب حتى كتصب الشتا وكيشوفها كالي، وكتبقى فيه وكيمشي عندها، وهي كتقول لي باللي راه كتبغيه بزاف وما عمرها ما غتبقى تكذب عليه. وكيتيقها وكتبدا بيناتهم علاقه جديده. وفي الصباح ميرا كتقول لكالي باللي خاصهم ضروري يقولوا لوالديهم على العلاقه ديالهم. وكنرجعوا للمستقبل وكيبان لينا راجل واقف قدام المرايه وكيقلب صدرو اللي فيه واحد القرطاسه كان مضروب بها شحال هادي. اما فير فكيمشي عند ايشيتا وكيعترف لها بالمشاعر ديالو، وايشيتا كتقول لفير باللي ضروري خاصهم يقولوا لخوتهم على العلاقه ديالهم. وكيمشي فير وايشيتا عند راج وكيقولوا لهم باللي راه كيبغيو بعضياتهم، وكيطلبوا منه باش يمشي عند خت ايشيتا ويقول لها على العلاقه ديال فير وايشيتا. وفعلا كيمشي راج عند خت ايشيتا، ولكن كيتصدم بانها ميرا اللي كان كيبغيها شحال هادي. وميرا كتقول لي ملي عرفت بان فير خوك ما غاديش نخليه يتزوج بايشيتا، وكتقول لي الا رجعتي مره اخرى غادي نقتلك. وكيخليها وكيمشي، وكيرجع بين الزمان لور ل 15 عام قبل ملي كان كالي هو وميرا كيبغيو بعضياتهم. وكتمشي ميرا هي وكالي عند اندير وكيقولوا لي على العلاقه ديالهم، وكيهضروا معاه وكيقدروا يقنعوه. واندير كيقول لميرا واش غتقدري تقنعي باك حيت راسو شويه قاصح، وهي كتقول لي خلي على حسابي انا غنقدر نقنعه. وكتمشي ميرا عند باها مالك وكتقول ليه باللي راه كتبغي كالي، وباها حتى هو ما كيعطلهاش وكيقول لها انا موافق، وكيقول لها عرضي عليهم وقول لي من جوا عندنا باش نهضروا بخصوص هذا الموضوع. وهذا الشيء كامل داروا غير قالب باش يطيح كالي واندير في الفخ واستغل بنته في هذا الموضوع. وكيجي كالي واندير عند زعيم مالك باش يهضروا معاه في الموضوع، ولكن كالي كيحس بشي حاجه ما هياش، وشويه العصابه ديال الملك كتبدا تيري عليهم، وكالي كيبدا يتيري عليهم حتى كيقتلهم كاملين. واندير ومالك كيقتلوا بعضياتهم، وكيصوني واحد من الرجال ديال الملك للميرا وكيقول لها باللي كالي وباه راه قولبونا، وهي كتهود كتجري وكتلقى كالي شاد الفردي وباها ميت في الارض، وكتقول مع راسها باللي راه هو اللي قتل ليها باها وكتيري فيه. ولكن كالي كيقدروا يعتقوه وكيديوه للسبيطار وكيخرجوا منه ديك القرطاسه وكيعيش. وميرا كتقرر باش تمشي هي وختها الصغيره لشي مدينه اخرى ويبعدوا من هذا العالم ديال الاجرام. وكالي ملي كيفيق في السبيطار كيسولهم كيقول لهم واش ميرا كاينه حيت باغي يقول ليها الحقيقه كامله، وصحابو كيقولوا لها جي نساو هادشي كامل ونبعدوا من
بهذه الطريقه هذه ونبداو شي حياه جديده. ونيت هذاك الشيء اللي كيدير كيهز حتى هو خوه كيمشي لشي مدينه اخرى. وراجل في المستقبل كيكون كيخمم وكيقول لصحابو باللي راه الزمان كيعاود نفسه. وايشي توفير كيسولو خوتهم وكيقول لهم علاش ما بغيتوناش حنا نتزوجوا، ولكن هما ما كيبغيوش يقولوا لهم الحقيقه. وفير كيقول صاحبو سيدو بان راجو ميرا 100% غتكون بيناتهم شي علاقه، هادشي علاش رافضين الفكره ديال الزواج ديالو. كيمشي فير عند صحاب راج وكيسولهم على الماضي ديال خوه، ولكن صحاب راج كيكذبوا عليه وما كيقولوش هي الحقيقه وكيعطيوه قصه وهميه بان راج كان فقير وما قدرش يلبي الطلبات ديال ميرا، هادشي علاش تفارقوا. وفير وايشيتا كيقولوا مع راسهم بان راج وميرا مازال كيبغيو بعضياتهم، هادشي علاش ما تزوجوش، وكيقولوا مع راسهم ضروري خصهم يجمعوهم مع بعضياتهم. وموني كيلقى الطوموبيله ديال الزعيم قدام الكنيسه وكيشفرها وكيديها للكراج ديال فير. وفير هو كيقول انا غنسبغ لك الطوموبيل باش تقدر تبيعها. وايشيتا وفير كيخسروا الطوموبيله ديال ميرا في الطريق اللي كيكون راجع معاها راج باش يتلاقاو مع بعضياتهم. وفعلا هذاك الشيء اللي كيتلاقاو مع بعضياتهم وراج كيصوب ليها الطوموبيل، ولكن ما كيقولوا حتى شي كلمه لبعضياتهم. وفي الصباح فير ملي كان خدام في الطوموبيله ديال الزعيم كيلقى واحد الشانطه في الماله ديال الطوموبيل، ولكن هذيك الشانطه كانت عامره بالمخدرات. وكيقرر فير باش يحرق هذوك المخدرات عند الزعيم، كيبقى يفرقهم على الدراري وكيخسر لهم الحياه ديالهم. اما راج فكيكون مراقب ميرا من البعيد وكيشوف الرجال ديال الزعيم كيضايقوا في ميرا، وراج كيضرق وجهه كيجي عندهم وهما معاه كيشوفوه كيعرفوه باللي راه هو كالي، وكيدور لهم وكيبدا يضربهم كاملين. وملي كيمشي وكيدور عند ميرا وكيبدا يشوف فيها شي شوفات ولكن ما كيدويش معاها. وميرا كتسمع ختها داويه في التليفون مع فير وكتقول لها قالت لك ما تبقايش تدوي معاه، ولكن هي كتقول لها انا كنوعدك بانني ما بقيتش غنتلاقى معاه ولا نهضر معاه، ولكن ديري في بالك انني ما غنرجع نبغي حتى شي واحد من غيره. وميرا ملي كتشوف ختها مقلقه كتقول لها قولي لفير يجي عندنا ونهضروا معاه. ملي كيجي فير كتهضر معاه وكتقول ليه انا مستعده نخلي اختي تتزوج بك، ولكن خاصك تسمح في خوك وتجي تسكن معنا هنا. ولكن هو كيقول لها لا. وهي ملي كتشوفوا بانه غيسمح في ختها على قبل خوه وكتقول ليه الحقيقه وكتقول ليه بان راج راه ماشي خوه وان باه غير مربيه. وفير كيتصدم وكيمشي عند راج وكيسولو على الحقيقه كامله، وراج كيقول ليه الحقيقه كامله وكيقول ليه بلي راه انت ماشي خويا ولكن راك عزيز عليا اكثر من خويا. وفير كيقول ليه بلي راه هو كيبغيه بزاف وهادشي علاش رفض باش يتزوج بايشيتا على قبله. وراج كيمشي عند ميرا وكيقول لها واش انت باغا تفرقيني مع خويا، وهي كتقول ليه واش حسيتي دابا بألم ديال الفراق، وهو كيقول لها بالله انا راه ما قتلش باك ولا ما تيقتينيش هاكي قتليني دابا، ولكن هي ما كتقدرش تقتلو. وكتمشي ميرا عند رهف اللي كان صونها هذيك النهاريات وكتسولو على الحقيقه، وهو كيقول لها باللي راج راه ما قتلش ليها باها وان باها هو اللي كان مخطط لهادشي كامل. وميرا كتندم على داكشي اللي دارت مع راج وكتمشي عند فير وكطلب منه باش يتزوج من ختها، وموراها كطلب السماحه من راج. وراج كيقول لها باللي انا وانتي ما لينا حتى شي ذنب في هادشي اللي وقع، وكيقول لها دابا حنا خاصنا ننساو الماضي ونبداو حياه جديده ونتزوجوا. وسيدو كيتزوج بجيني وكيمشيو باش يحضروا لحفل الزفاف ديالهم. وراج كيشطح مع ميرا، اما الزعيم فكيشوف الطوموبيله ديالو وكيعرفها وكيجيبوا مونو ملي كيضربوه وكيعترف لهم بان فير هو اللي حرق لهم المخدرات ديالو. وكيمشيو الرجال ديال الزعيم كيجيبوا فير هو كيعترف لهم بانه هو اللي حرق لهم المخدرات ديالهم وكيبداو يضربوا فيه. وملي كيكرموه بالعصا كتشوفوا ميرا وكتعيط لكالي. ملي كيجي كالي كيكرمهم كاملين وكيدوز للزعيم حتى هو كيدور معاه، ولكن الزعيم كيهز واحد فردي وكيبغي يضرب كالي، ولكن للاسف ميرا كتلقى القرطاسه وكتجي فيها الضربه. ملي كيديوها للسبيطار كيقدروا يعتقوها وكتعيش ميرا. وكالي كيكذب على ايشيتا وفير وكيقول لهم بانه هو اللي كان السبب في الفراق ديالهم وانه تبعها غير على قبل الفلوس. وميرا كتقول ليه علاش كذبتي عليهم عاوتاني وما قلتيش لهم الحقيقه. وكالي كيقول ليه بانهم هما ما عندهم حتى شي ذنب وما غادي تغير حتى شي حاجه الا عرفوا الحقيقه، ومن الاحسن اننا نبداو صفحه جديده مع بعضيات. المهم الخوت غادي تكون هذه النهايه ديال الفيلم ديالنا. الا عجبك الفيلم ما تنساش دعمنا بواحد لايك وبواحد الكومونتير، ولا كنتي مازال ما مابونيش معنا تابونا. والسلام عليكم.